نتائج التقييم أفضت إلى هناك 6 وزراء شملهم هذا التقييم والحاجة إلى تعديل وزاري. حكومتنا حكومة ائتلافية مشكلة من عدة قوى سياسية. حتى نذهب إلى البرلمان لإجراء هذا التعديل يجب أن نبحث هذا الأمر مع الكتل المشكلة لهذه الحكومة. للأسف أغلب القوى السياسية عرقلت عملية إجراء التعديل الوزاري، وأنا أوضحت هذا الأمر في داخل قبة مجلس النواب. بعض القوى السياسية قدمت بدلاء بمستوى أقل بكثير ممن تم تقييمهم في خطوة واضحة لعرقلة هذا الاستحقاق.